سهم ب 3 جنيه وسهم ب 100 جنيه، تشتري الارخص؟ غلط كبير. ساعات بنشوف سعر سهم قليل بالنسبه لنا ونفكر ان دي فرصه، بس في الحقيقه ان سعر السهم لوحده مش بيوحي باي حاجه. في حاجات كتير جدا مهمه لازم تبص عليها. من اهم الحاجات دي حاجه زي القيمه السوقيه، هي عدد اسهم الشركه في سعر السهم. ده بيديك صوره هل حجم الشركه كبير ولا قليل. تاني حاجه تاريخ السهم ده، بتبص السهم ده خلال 3 شهور، خلال سنه، خلال اسبوع كان سعره عامل ازاي، سعره بيطلع، سعره ثابت، سعره بينزل. تالت حاجه حجم التداول اللي على السهم، لان لو سهم شركه ممتازه بس حجم التداول بتاعه قليل ده ممكن يعطلك لو انت عايز تبيع. رابع حاجه ربحيه السهم او الايرنينج بير شير، ده بيديك مؤشر حقيقي كل سهم في الشركه دي بيستحق قد ايه من الارباح وبيكسب منها قد ايه، وده بيديك مؤشر لقوه السهم ده عامل ازاي. خامس حاجه القطاع اللي الشركه دي بتشتغل فيه، هل الشركه دي في قطاع بينمو وبيستفيد من اللي بيحصل في الاحداث الاقتصاديه ولا قطاع بيعاني، ودي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. الفرق بين المستثمر والمتفرج ان المستثمر مش بيبص على السعر، هو بيبص على القيمه. في الحلقه اللي جايه هنتكلم عن تحليل الارقام اللي بتحدد فعلا سعر السهم اذا كان غالي ولا رخيص. نزلوا ابلكيشن EFG HERMES 1 عشان تبداوا رحلتكم الاستثماريه.